من طنجة سارة. آه. مرحبا بك سارة. الله يبارك فيك أخويا. أهلا وسهلا سارة. عليكم السلام. مرحبا، أنت بغيتي تفتحي لنا قلبك، أنت بغيتي تبوحي لأسرة البرنامج مستمعين. بغيت نعاود ليك الشي اللي ما عمري عاودت لشي واحد. مرحبا بك سارة، شحال في السن ديالك؟ عندي 23 سنة. تفضل سارة. أنا كنت كنبغي واحد الشاب من فترة المراهقة. شحال هاد الفترة د المراهقة تقريبا كانت؟ كان ديك الساعة عندي 16 عام أييه 17 عام. أييه. كنت كنبغي واحد الولد. ها، داك فين الولد كنتي اللي صادفتيه؟ فين كنتي صادفتيه وكيفاش بدات علاقتكم؟ كنت ديك الساعة كنا ساكنين في البلاد ديالنا، الأصل ديالنا من سيدي قاسم. أييه كنت ديك الساعة كنتلاقى كنشوفو، يعني كيشوفني هو الولد. ما كانش تما، كان كيقرا في العرايش. أييه فجا لتماك صافي، المهم شافني شفتو، ما تتلاقينا هضرنا مع بعضياتنا. أييه هضرنا مع بعضياتنا بقينا المهم مدة كنهضرو، هو الولد كان شوية لبس عليهم. أييه. يعني واخا كنت كنبغيه اياه، ولكن كنرجع نفكر كنقول هذاك الولد عمري زعما ما نحلم به. لأنك كتقولي باللي هو في مستوى مرتبة ديال عالي ويمكن إيه. أها. يعني. وبقينا هكاك المهم. صافي مرة هو صافي تاني كيشوف، ما نعرف واش كان حتى هو كيبغيني ولا ما كيبغينيش. المهم كيتلاقى بيا كنقول هذا الولد انا وياه زعما ما نقدروش نتفرقوا، حياتنا غتبقى انا وياه. واخ. بقينا هكاك المهم وصلت 18 عام، خرجت 18 17 ونص 18، خرجت من تما مبقيتش، مشيت لتطوان. اه. من تطوان صافي جاتني واحد الخدمة في طنجة مشيت ليها. ما بقيتوش كتشوفوا؟ صافي ما بقيناش كنتشافوا، وبقيت كنعيط ليه تيقول لي صافي ما، يعني ما بقيتيش ديالي يعني. ما هي رغم ذلك عمرو ما طلب مني شي حاجه زعما خارج القانون، داكشي فاش بقى عزيز عليا. اه. صافي كان كيلقاني كيعزني، ما عمرو خسر معايا الهضره، ما عمرو قال لي شي كلمه خايبه. اه. بقينا هكاك عايشين. صافي عيطت له منين صافي قال لي، من اول مره عيطت له قال لي فين انت؟ قلت له انا في طنجه. قال لي طنجه ماشي ديالك. قطع عليا التليفون صافي. اه. صافي بديت هكاك، مرة كنصوني عليه، مرة كنعيط ليه، مرة كنصوني عليه. صافي واحد المرة عيطت له قلت له لاباس كي داير؟ قال لي صافي سمحي لي انا ما بقيتش ديالك، وليد ديال مرتي وولادي. اه. فاش قال لي وليد ديال مرتي وولادي ما نكذبش عليك تصدمت. اه. بقيت كنبكي، واحد الحالة لا يرثى لها. ما عرفتش حالة شكون حدايا، مؤسفة. ما حسيتش شكون حدايا، واش البنات واش شي حد. صافي بداو كيصبروني. عيطت له ديك البنت قالت له على حشومه عليك زعما صدمتي البنت في هاد الطريقه، راه بقى صغيره طاقت فيك. قال لها المهم انا قلت لها ملي مشات لطنجه، يعني هما كيسحب لهم طنجه شي حاجه. ديك المراه ماشي اي واحد كيجي لطنجه كيدير شي حاجه على خايبه. كل حال، على كل حال هذا وضع بقينا هكاك المهم صافي، رغم ذلك شوف. صافي بقينا. بدات ديك النمره ديالو ديما في بالي، يعني ما كنتعصب ولا كنكون فرحانه كنعيط ليه. اها. كنعيط ليه ديما. ففي واحد المره هو يعيط لي، عيطت لولد عمو كان الصديق ديالي، كنت ديما كنشكي ليه. عيطت له لاباس كي داير؟ كي داير فلان؟ قال لي يا فلان راه ولا من المراه ما بقاش بغاها. اها. صافي قلت له صافي بسلامه، يعني بحال اللي بغيت ننساه. قال لي يا صافي هادي، هو يفوني عليا هو النيت، صيفط لي الميساج قال لي انا بديك ما نكذبش على الله، بديك الفرحه النيت اللي صيفط لي هو ميساج. اها. كي جبت هذيك الساعه وعيطت ليه. اها. عيطت له اهلا كي داير لاباس؟ قال لي لاباس الحمد لله. شنو قالوا لي؟ قال لي لا وحقوا لي اسم المراه ما بغيتهاش. صافي بقينا ثاني ديما كنصيفطوا ميساجات، ديما نهضروا لاباس هادي. ما كنتلاقاوش، واخا كنمشي نسافر للبلاد فين كاينين خوتي ما كنتلاقاش، الله سبحانه وتعالى ما كيكتبناش نتلاقاو. بقينا عايشين بحال هكاك. صافي المهم انا تزوجت مؤخرا.
دابا شي عام ما كملاش عام، يعني صافي واحد المره كنلعب في الفايس طلعت لي السميه ديالو. ما سي مصطفى، كنسمعك. طلعت لي سميتو. فاش طلعت لي سميتو ما نكذبش عليك صدمت. صافي ولا حيا داكشي اللي كان هادي شحال. اها صافي ولا لي بحال قول عاد تلاقيت معاه البارح. اها صافي بقيت كنهضر معاه ديما لاباس كي داير صافا هادي. واحد النهار ياك بدينا كنهضروا صافي صافت التماكينات. سافرت للتماكينات هضرت معاه هضر معايا في الميساجات كنهضروا. صافي طمعني نيت باننا باقي كيبغيني، واخا تا هو دابا تزوج تا هو والد جوج ولاد. اها وانا دابا انا هو وليد وانا اللي والده جوج ولاد، عندي بنيته وعندي الوليد. صافي لا صافي ولا داكشي جديد نيت ما بقيتش عايشه حياتي ولا ما نعرف. كنت غير كنفكر فيه غير اي حاجه في بالي، ما بقيتش كاع ما بقيتش عندي في بال الراجل ديالي ولا شي حاجه. صافي كنقول لكم كانت الدنيا ترجع للور كون رجعتها ما عرفت. هادشي فيه كون كانت مع الواقع دابا راه واقع اخر. ودابا هذاك الواقع اخر هو اللي صدمني. ما لقيت راسي عرفت، لقيت راسي بانني واحد الساعه واحد فطرت واحد عامين بقات عندي جوج وليدات، عندي البنيه عندها عامين والوليد عنده عام. اها يعني فطرت ديك سنين 3 سنين تقريبا 5 سنين دابا باش تلاقينا وفين تفرقنا وفين تزوجت وداك الشيء بحال اللي يقول الدنيا تغلقات عليا ولا تحلات عليا. لقيت راسي عندي جوج ولاد ومزوج اها يعني. وجا لي هو دخل لي لحياتي دابا ما نكذبش عليك، وكنهضر معاه ديما وكيقول لي يمكنش تكون انت مزوجه وتكوني ليا. واش انا نطلق ما عارفينيش هو راس الخير. وانتم كانت اصلا كان كيعيش هو فتره ديال الانفصال، كنتو بغيتو تجمعوا بعضياتكم كون جمعتوا. كنقول ما كناش نتجمعوا، ولكن هو ما نعرف علاش قلبي ما عمري طمع به. انا كنت كنقول لها في الواقع ديالي في الحلم كنت كنحلم به، في الواقع عمري ما حلمت. كنت كنقول مستحيل. دابا الواقع ديالك هو هذا الواقع ديالك انك مزوجه، وبهاد العلاقات المتكرره عبر الفيس اللي ربما هي حاليا دابا عبر الفيس طبعا المشاعر ديالك معاه كنهضر معاه صافي هو كيبقى يقول لي شي حوايج انه باقي انا في بالو. ويمكن هذاك الشيء اللي نتوما كترتبطوا به او لا بلاتي انت اللي مرتبطه به بطفولتك ولا بمراهقتك واللي مره هي هذا الشيء مناش كتقوتي دابا في حياتك باللي نسيتي كاع باللي في حياتك راجل وولاد. هذا الشيء كله راه غادي يمكن يجيب نتائج سلبيه عليك. هذا الشيء يمكن مثلا يخليك تخوضي في علاقات جانب، حيت هو دابا مجوج وانت مجوجه وتقدروا تديروا علاقات طبعا اللي تتولي متكرره طبعا ما تفقدي فيها علاقتك بالراجل بالولاد. هما الان دابا مشاعرك ماشي معاه، راجلك اللي المفروض يعني تكون مع حياتك راه هما مشاعرك مع هذاك الشخص اللي انت مازال مرتبطه به من فتره المراهقه، وحتى كاع ملي كان انفصل في حياته ما تجمعتوش، بقيتي عايشه على هذا الامل واقيلا يكون ليا واقيلا ما يكونش ليا، وفي نفس الوقت رجل هنا ورجل لهيه مجوجه. لا درت ما خربطات لي الحياه ديالي بزاف، ما بقيتش عارفه شنو ندير كاع. كنطلب الله سبحانه وتعالى، كنصلي وكنطلب الله يا ربي شي دير لي شي تاويل ما عرفتش. والله دائما كيدير تاويل ديال الخير للانسان. والله ما عرفت صافي درت ما عرفتش شنو ندير في حياتي. يعني واش تخلي الولاد تفرقيهم على باهم، واش تبعي راسك. كيفاش انت واش تفرقي الولاد ديال على باهم؟ ما فهمتش. زعما الا كنقول انا دابا الا قال لي تفرقي على راجلك وصالي عندي نتفرق عليه. شكون اللي ضمن لك؟ هو يعني وانا عارفه الا قال لي اجي وهما ما قالهاش لك من نهار كان مطلق؟ لا ما ديك الساعه كنت عاذره. انت عاذره ودابا عاود تهضري وتطلقي باش تجوجي؟ كون قال لي ديك الهضره نقدر، ولكن كنفكر حنايا كما قلت لك مصطفى
الحياه ما بغاتناش التربيات، ما الدنيا الله سبحانه والنهار وتعالى. الاول قال لك انا سيري بعدي من يعطيني بالاتساع راني عند ولادي. ولكن ولا امني ولا قالوا لي صافي، وكانت غير هضره صافي. كانت غير هضره، صاحبي انا كيف ما كيمكن تكون غدا تاني هضره اخرى وعادي. داكشي تيبقى الواقع دابا اللي عندك واللي حداك واللي معاك ما بغيتيش تحلي عينيك عليه، اللي هما ما الراجل بعرف. والولاد ما بغيتيش تحلي عينيك عليه حيت باقيه مازال كتحلمي بشي حاجه دازت وحسيتي براسك باللي يمكن هذاك الشيء اللي انت داز عاود مازال تيجدد كصوره في حياتك، حيت دابا كتلاقاو حيت كتسامعوا حيت كتواصلوا. دابا المشكل كيهضر معايا لاباس، يعيط لي كيعيط لي في التليفون، عطيه النمره ديالي، كيعيط لي لاباس كي دايرين الدراري هانيه غادي. دابا في هاد العشيه دابا هضرنا مع بعضياتنا، ملي خرج الراجل كيخدم الليل هضرت معاه مسكين. سلام لاباس، هضرت معاه واحد الساعه قال لي انت مازال مخاصمه مع راجلك؟ قلت له مخاصمه معاه. قال لي راه ما يمكنش تكوني معايا وانت مزوجه. قلت له اش ندير؟ قال لي المهم راه الحل عندك في يديك، رغم انني دابا انا ما يمكنليش عاوتاني نطلق قدام العائله وقدام مالين الدار وقدام الناس، ما عرفتش. ايوا ما بغيتي تطلقي، ما بغيتي تعطيه باتساع وتعطي لحياتك معاه باتساع، ما بغيتي تبقاي مجوجه، ما بغيتي حتى حاجه، قول لي واحد وصافي. الطريق دارت بيا الدنيا لوقيت الوسط. دابا عندك جوج حلول: يا تعيشي واقعيه وتحلي عينيك على داكشي اللي حداك، يا تعيشي تحت التاثير ديالو وتضمني النتائج الوخيمه عليك. عاوتاني وليت هضرت معاه، قال لي صافي اختي سيري رجعي لراجلك، ما يمكنش نبقاو في هذا الحال، غير دابا شويه سالينا الهضره. ايوا غدا عاوتاني وعيط لك ويقول لك واشنو بان لك شنو الحل باش تلف لك الجريانيت. والله الا ضغط صافي وصلت بلوكيت. والله ما عرفت اش ندير في الحياه، صافي ما عرفت. خرج لي في حياتي تاني عاوتاني ما. وانت ما خرجتيش ليه في حياته؟ هو اللي خرج لي، هو ما هو عنده زعما هو في المشكل في حياته. كنظن ما عندوش هو المشكل. لا وانت ديري المشاكل لحياتك. انا اللي مجوجه، داكشي اللي في يديك، داكشي اللي في يديك راه كيبغي المشاكل مع الراجل. داكشي اللي في يديك باغي تلوحيه وتتقلبي على داكشي اللي في الشجره. ياك شتي شحال صعيب الانسان ملي تيكون تيملك شي حاجه وكيهينها، شحال صعيب ملي تيكون الانسان عطيه ربي النعمه وكينكرها وتيجحدها صعيب شويه هادشي. لا ما عرفتش، حيت هو دابا بحال اللي ربيت عليه الكبده من الصغر. كبده ما عمري حليت عيني في شي واحد حليتها فيه هو، يعني هو كتب لي نعاود له المشاكل ديالي كامله، يعني صافي بحال اللي ما عرفتش، والله ما عرفتش. انا الراس ديالي غيبغي يطرق نهار كامل وانا كنبقى نهضر غير بوحدي. هو الواقع دابا شوف الماضي البارح كنا كنتذكروا على الانسان خصو يشوف الماضي بعين الحاضر. انت واقعيا دابا حاليا هذاك الماضي اللي كان تيمثل الماضي بالنسبه لك كنتي كتعرفي فيه هذاك الانسان اللي الان الحاضر ديالو انه مجوج، والحاضر ديالك انت انك مجوجه. بغيتي تعيشي واقعيه مع راساتك راكي. المشكل انني نسيت وما بقيتش كنفكر فيه في هاد السنين 4 سنين دابا. ما بقيتش كنفكر فيه حتى لهاد العام هذا. هذا هو صافي نسيت. وعمري كنت كنشوفو كيشوفني كنضحك في وجهو يضحك لي في وجهي عادي. راه كنت كنشوفو، رغم ذلك كنت كنشوفو كيشوفني هو ملي ولدت البنيته، ملي كنت حامله بها. كتقولي غير مجرد ضحكه ابتسامه يمكن تفكري فيها شي حوايج بعضياتنا كيضحكوا واحد مع، يعني الانسان فاش كتشوفيه كتكوني ما عمرك درتي معاه شي حاجه خايبه ولا شي ماضي خايب. كتكونوا ما وصلتوش لشي علاقه، يعني علاقه فيها الاحترام كيبقى ديما بين عينيك، يعني كتقولي داك الانسان احترمني. وهانتوما كتجوز تخترقوا الاحترام وانتم مجوجين. دابا فاش دابا صافي، دابا اللي دخلت فاش تزوج ما عرفتش، كنت كنقول واش نقدر كون كنت زعما ما تزوجش كون خدامه هذا الشيء ياخذني، كنقول
ما عرفتش السي مصطفى زعما تحرت الضغط ما لقيتش لمن نعاود كاع مرحبا بك اللي يا عرفت سارة. غادي يضحك عليا. مرحبا بك سارة، على كل حال مرحبا بك. الله يبارك فيك اخويا، الله يبارك. شكرا لك. وحنا مع كل المستمعين الأكارم في هذه الفترة هذه الليلية المباشرة في لقائنا على عتير إذاعة MFM، مصطفى الهردة وحمودة داريس في الإشراف على الإخراج. سمير الليل من الاثنين إلى الجمعة على أمواج إذاعة MFM. نحن أصدقاء من لا صديق له. سمير الليل مع مصطفى الهردة. هذا مرات كيدخل شي واحد وكيبني حكم قيمه على شي واحد مع انه ما قدرش يستوعب مزيان يسمع ليه. ما تنقدرش نقول لشي واحد اللي قلت لي راه هاشم اللي كنشوف ولا سميتو كتقول لي هذا الشيء ما كاينش ولا وبقيت خازن داك الشيء في قلبي وسميتو ما عرفتش غندير. سمير الليل خص يكون عندنا ديك القدره على استيعاب قضايا الناس وتحط راسك بلاصتو. مع مصطفى الهردة على إذاعة MFM. نعتز كثيرا بصداقه الكثير من المستمعين والمستمعات والأوفياء والوفيات، وانا الرغبه ديالي حقيقه الكبيره اننا نبنيو لحمه المجتمع. سمير الليل مع مصطفى الهردة على MFM.